بما انه هدف البودكاست ان احنا نفكر الناس ان هم يهدوا السرعة شوية في حياتهم ويدوروا على ولو ساعة علشان يفصلوا من المشغوليات بتاعتهم في اليوم، فما فيش ابسط ولا اسهل من ان احنا نتمشى. بس يا سلام بقى لو بنتمشى في ايام زمان وشوارع زمان اللي هي بجد كلها الروقان والهداوة. ولما جينا نفكر نتكلم مع مين في حاجة زي كده لقينا مفيش انسب ولا ألذ من أسماء خطاب اللي هي مؤسسة Walk Like an Egyptian. Walk Like an Egyptian هي شركة بتقدم رحلات سياحية مصرية في أماكن مميزة ومختلفة. هي خريجة سياحة وفنادق، بس هي قررت إن هي تدي تجربة سياحية مختلفة عن التقاليد العادية السياحية اللي الناس بتعملها. اتكلموا عنها كتير جدا من وكالات الأنباء زي National Geographic، زي Travel and Leisure، CNN عربي، وهي كمان هتشرح لنا أكتر عن تجربتها. أهلا وسهلا بيك يا أسماء. هاي دي نسائك. عاملة إيه؟ كله تمام الحمد لله. عايزاكي تشرحي لنا كده عن Walk Like an Egyptian، يعني فكرتها جاتلك إزاي يعني بدأتيها إمتى؟ اوكي بصي، هي Walk Like an Egyptian رحلة طويلة أخذت كذا مرحلة. أوكي. يعني بتبدأ معايا من وانا في الكلية. يعني أنا دخلت الكلية درست إرشاد سياحي وحبيت مهنة الإرشاد السياحي. يعني كنت بنزل خلال الكلية أنزل فالنتير مع ضيوف مهرجان السينما، كنت بقى جانب بقى فنانين وكده واخدهم بقى وديهم الهرم وسقارة والمتحف. فحبيت فكرة التبادل الثقافي، يعني انه مش بس بوريهم مصر، لا ده انا بعرف كمان عن بلدهم وثقافتهم. والى جانب ان انا بحب مصر، يعني الوطنية عندي عالية من زمان فكنت براود قوي ان انا بوريهم الاماكن واحكي لهم التاريخ. فحسيت ان مهنة الارشاد مهنة ممتعة جدا. فكنت متخرجة مقررة ان انا هشتغل تور جايد. يعني انا كنت فوكست، يعني مش هشتغل اي حاجة تانية. بدأت شغلي كتور جايد اللي هو العادي كأي تور جايد. بشتغل مع كذا شركة سياحة فريلانسنج. وابتديت من شغلي اكتشف انه في بعض جابينج في السياحة محتاج يعني يبقى في افكار جديدة تدخل، حاجات مختلفة تتعمل. فمن هنا بقى جت فكرة Walk Like an Egyptian. يعني طبعا اخذت مراحل مختلفة، بس انا عايزة يعني اقول لك المختصر بتاعها. يعني فاول حاجة عملتها، عملت صفحة على الفيسبوك سميتها Walk Like an Egyptian، وما كنتش اعرف ان في اغنيه اسمها Walk Like an Egyptian. هايل. ده انا لسه قطعت عليا السؤال. انا لسه كنت جايه للسؤال ده. لا هو ممكن اكون سمعت الاسم somewhere قبل كده وسمع في السب كونشس عندي، بس انا ما كنتش يعني عارفه، لان انا الباك جراوند بتاعي فرنسي اصلا. ولما كنت يعني فتره بقى لما بسمع اغاني وثانويه عامه وكده، ما كانتش الاغنيه دي، ما كانتش يعني الانجليش تاكسي بويز بقى والحاجات دي. ما كانش ما كانش يعني الفتره دي النوعيه دي. فما كنتش عارف في اغنيه. بس بعد كده بعد ما سميتها Walk Like an Egyptian اكتشفت ان في اغنيه بنفس الاسم. سبحان الله. بس انا كانت فكرتي في الاسم، انا اكيد سمعته في حته ما وعجبني، ان انا كنت من ضمن الملاحظات اللي خدت بالي منها في السياحه ان الاجانب بيجوا يزوروا مصر وما اخدوش الاكسبيرينس المصريه. يعني هم جم بيجوا في الاغلب تبع يعني تور كامله محجوزه مثلا كجروب تور. بيجوا يروحوا الفندق، التور جايد بيجي ياخدهم مع باقي المجموعه، يروحوا الهرم، يروحوا المتحف، خان الخليلي. هم مكانين 3 معروفين في البرامج كلها بتاعه الاجانب. وبعديها يسافروا الاقصر، ياخدوا الكروز من الاقصر لاسوان. في خلال السيلينج بيطلعوا من المركب للمعبد، من المركب للمعبد and that's it، ويسافروا. فهم جم مصر بس هم فعليا ما خدوش الاكسبيرينس اللي هي بتميز مصر، اللي هو روح مصر، اللي هو الحاجات المختلفة مش بس السايتس. فكان عندي رؤية ان انا نفسي ان انا يعني اعمل سياحة او hospitality بتبين جمال مصر زي ما احنا بنحبها. يعني growing up مثلا انا كان في حاجات في بالي بتمثل مصر. فاول حاجة عملتها على البيج، ما كنتش ناوي اعمل تورز ولا اي حاجة، انا كنت عايزة بس to share my passion للإيجيبشن هيريتج وللسياحة. فابتديت احط بوست زي مثلا اتكلم عن فرقة رضا، اتكلم عن حسن فتحي، اتكلم عن الامثال الشعبية، الحاجات اللي هي شكلت الفكر والوجدان بتاعي وانا بكبر. شادي عبد السلام، يعني الحاجات اللي هو كنت انا يعني بتمثل لي مصر والثقافة بتاعتي. فكنت حابة ان انا اتكلم على الحاجات دي، فكنت بحط بوست وحاجات كده. ده عملت البيج مثلا كانت 2012، كان بعد الثورة على طول. بعدين بعديها ده توقيت كان كريتيكال جدا. انا يعني كل كان بيقول لي، يعني بعد كده لما ابتديت اعمل تورز بيقولوا لي هو في سياحه اصلا يعني
بس خليني اوضح حاجه معلش سوري لو بقطعك، انه للناس اللي ما تعرفش، في فعلا اغنيه اسمها Walk Like an Egyptian، والاغنيه دي بيغنوها فرقه اسمها The Bangles، واللذيذ في الموضوع ان هم بيتكلموا عن الاكسبيرينس، ان انت لما تزور مصر ايه الحاجات اللي انت هتتعايش معاها في خبرتك او في الكالتشر لما تزور مصر. زي مثلا ان انت ممكن تقف مثلا محل عصير تشرب عصير قصب، او عند مطعم مثلا معروف تاكل فول وطعميه. فالاكسبيرينس دي كلها جايين لها في الطريق، بس يعني حبيت كده اشرح للناس عشان يبقوا عارفين الباك جراوند بتاعت الاغنيه يعني. بس هو الاسم كليكنج، يعني انا عارفه الاسم لذيذ، هو ما اعرفش هي يعني انا بحس دايما هو في حاجات كده ربنا كان بينورها لي في دماغي، فانا كنت بمشي وراها يعني. سبحان الله، هي ربنا رايد ان دي حاجات احسن. بس فكنت بحط بس بوست اتكلم على حاجات، مش يعني ما كانش في دماغي اي تورز. بعدين جه في اخر 2013 ابتدت نوعا ما الخريطه السياسيه في مصر تبقى واخده شكل. يعني الاول كان في تغييرات كتيره، فبره كانوا بيخافوا يجوا يزوروا مصر، وكان الاعلام دايما بيركز مصر مش امان، في قلق كده. قعدت فتره الحكايه دي. فلما ابتدت الدنيا خلاص تستقر نوعا ما، فابتديت احس انه يلا بقى تعالوا. يعني انا صحيح في الوقت ده كنت موقفه، مش بشتغل كتور جايد، لان انا ما بين ما بدات ووك لايك ان ايجيبشن وما بين شغلي في السياحه قبل الثوره، انا كنت قررت ان انا هاخد بريك من غير اي بلان. انا هاخد بريك اريح لان انا كنت بشتغل من زمان قوي، انا بشتغل من وانا في الكليه وعلى طول شغل وكورسات فما كنتش بفصل صيف شتاء. فانا حسيت ان انا محتاجه، يعني في كان صوت كده جوايا قال لي طريقه السياحه دي مش نافعاني، فانا هبطلها. مش عارفه هعمل ايه، بس انا هبطلها. وقفلت الموبايل عشان حد كلمني كان صعبان عليا. انا بحب شغل الارشاد جدا لدرجه ان انا كان صعبان عليا لو حد كلمني اقول له لا مش هنزل. يعني انا قفلت الموبايل حرفيا يعني. اوكي. وقعدت في البيت بقى وكده. وبعدين يعني هو دايما بقول يعني looking back هو كان ترتيب ربنا، لان انا وقفت مع بدايه السيزن اللي هو سبتمبر 2010 سبتمبر اكتوبر 2010. فهي كانت 2-3 والثوره قامت. فهي لما الثوره قامت انا كنت قاعده في البيت بمزاجي مش مجبره. اوكي. فالمايند سيت بيفرق طبعا. يعني لما الواحد يحس ان هو شغل اتاخد مني مش شغال فاقعد احبط واكتئب، لا ده ما كانش المايند سيت بتاعي. المايند سيت بتاعي لا انا واخده بريك عشان بروق واشوف انا هعمل ايه، وحتى لو ما اشتغلتش تمام. يعني الواحد برضو كان صغير، كان اصغر برضو وقتها يعني فكنت تمام. فيعني فلما قامت الثوره كده كل حتى اللي شغالين في السياحه ما كانوش بيشتغلوا، فكله ما كانش بيشتغل مش انا بس. ففي الوقت ده بقى قعدت اجرب اكسبلور نفسي في حاجات مختلفه بره السياحه. وعملت مشروع مراية المطبخ والله وانا قعدت الونهم بنفسي، وتشيز كان حاجه لطيفه جدا لان ده ساعدني ان انا اشغل الجزء كرييتيف عندي. لان انا اضطريت طب انا ما بعرفش ارسم، هلونهم ازاي؟ طب هرسمهم ازاي؟ يعني كان تشالنج. يعني دايما بيبقى فيه كده مراحل لما الواحد بيعدي منها يقول لا هي كان لازم تيجي علشان اتعلم منها حاجه، علشان قدام هتفيدني في حاجه. يعني حتى الكذا شغل اللي اشتغلته كان حاجات مؤقته، برضو اخدت منها experience. حاجات مثلا في ماركت ريسيرش، حاجات في يعني حاجات مختلفه في الريكروتنج يعني. فبس فمهم يعني لقيتي انه التجارب التقليديه بتاعت السياحه مش بتديكي الاكسبيرينس اللي انت عايزه تديها للناس او السياح. هي المرحله الاولى عملت البيج 2012. المرحله الثانيه اخر 2013 ابتديت احس ان السياحه بتتاثر جامد. الناس اللي شغالين في السياحه ما بيشتغلوش، وفي ناس بقى بتبتدي بقى تسمعي من زمايلك في المهنه عن مقاسي. يعني ناس اضطروا يبيعوا عفش بيتهم، حاجات كده يعني. وبعدين مش بتكلم على التور جايدز، يعني التور جايدز طبعا اكيد كانوا متاثرين في الشغل، بس التور جايدز راحوا اشتغلوا مدرسين، مش كلهم يعني، بس كان عندهم لغه فيقدروا يستخدموها ان هم يشتغلوا مدرس في مدرسه، كول سنتر، فتمام. بس كان في ناس بقى اللي هي ما بتعرفش تشتغل غير الشغلانه دي، السواق اللي بيعمل كرافت، اللي شغال في مطعم، هي دي شغلانته. هو لو السياحه وقفت بيته بيقف. الشغلانات اللي مرتبطه بشغل السياحه والناس اللي هي اللي هم تعليمهم بسيط، يعني اللي هو يقدر عنده سكيل في حاجه حته واحده بس. فابتديت احس انه يعني طب والناس دي حرام، يعني ابتديت يصعبوا عليا. يعني انا مش متاثره قوي، بس انا حاسه ان انا عندي مسؤوليه ان انا احاول اعمل لهم حاجه. فساعتها كان واحد بقى يعني شباب اكتر من كده لسه شباب طبعا. فكنت ساعتها لا كان يعني في حماس الشباب اكتر. كنت بنزل سايكلينج مع اصحابي على طول. اوكي. وكنا ساعتها بالصدفه ناويين ان احنا
نزود المسافات، يعني بدل ما احنا بننزل راندوم سايكلينج، لا يعني خلينا نسايكل 10 كيلو 15 كيلو، يعني نقعد نعمل تارجت ونزوده. حلو. كان عندنا طموح ان احنا نسايكل كان في ساعتها طالع من الاقصر لاسوان سايكلينج، حاجات كده يعني. أيوة، ما عشان كده بقول لك حماس شباب. بس فانا ساعتها قلت لهم طب ايه رايكم بدل ما ننزل بشكل عشوائي نسايكل كده وخلاص، تعالوا نضرب عصفورين بحجر واحد. احنا هننزل نسايكل، نروح اماكن سياحيه مش معروفه، ومنها نبقى حاسبين الديستنس، فاحنا بنسايكل بس بنخلصها حاجه لذيذه، بنروح نزور مكان وفي نفس الوقت بنبعت indirect message ان احنا we are safe in Egypt وادينا احنا وشباب في الشارع والدنيا تمام. فده كان منظوري، يعني ان السوشيال ميديا it's an alternative media عن الميديا اللي كانت معروفه في وقتها. دي فكره هايله جدا. يعني كان ساعتها في كونسبت السوشيال ميديا ما كانش منتشر قوي، بس انا كنت شايفه انه ده بديل للميديا، يعني الفيسبوك والحاجات دي غيرت احداث. ربنا الهمك للفكره دي انه هتعمل اختلاف، ميك ا ديفرنس. فابتديت انزل بقى نعمل كنت مسميها تور دي كير ونروح نسايكل من مكان للتاني. كانت لطيفه يعني، عملناها مثلا شهرين او حاجه كده. بعدين ابتديت احس هي الفكره لطيفه بس مش براكتيكال قوي ومش بنساعد قوي، فحسيت انه ممكن الفكره تتغير بحيث انها تبقى اسهل لاي حد يقدر يجوين، لانه يعني مش اي حد بيعرف يركب عجل، مش اي حد عنده عجله، الشوارع برضو عندنا مش في كل حته مناسبه للسايكلينج. فحسيت طب ما بدل ما سايكلينج خلينا نمشي، يعني نتقابل في مكان ونمشي. وكنت برضو ساعتها كنت سافرت يعني اراوند الفتره دي، كنت سافرت الاول مره برا مصر، كنت رحت المانيا وهناك لقيت ان هم عندهم كونسبت انك تروحي قصر مثلا وحد يشرح لك. ده برضو في السياحه ساعتها اللي هو ما كانش عندنا احنا. صح. الثقافه بتاعت السياحه كانت ماشيه بسيستم واحد، هو في تور باكج السايح بيحجزها في الاغلب بيبقى جاي مع جروب، ممكن انديفيديوال، بس يعني هو في حاجه سات بينزل عليها ما بيطلعش بره التمبلت اللي معروفه الهرم خان الخليلي وشكرا على كده، وهو وما بيطلعش بره البروجرام والجايد بتاعه. فابتديت احس انه هي السياحه بتتغير والطريقه اللي الناس بتسافر بيها بتتغير. الناس ما بقتش عايزه ان هو يبقى في باكج وبروجرام ثابت، الناس بتبقى عايزه اكتر حريه، يعني يوم عنده تور، يوم اروح مع نفسي مكان. فابتديت احس انه النيد دي محتاجه تبقى في حد بيلبي للاهتمامات الجديده دي. فكان عندي فكره بقى، هي دي برضو الالهام التاني من ربنا، يعني دايما بقول ان هو يعني فضل ربنا، يعني كلها افكار ربنا أو يعني او حاليه بيها يعني مش اكتر يعني. فقلت طب ما ايه احنا ما عندناش كونسبت الوالكينج تورز في مصر، ما واي نوت نعمل ووكينج، تبقى ووكينج تور. بنروح اماكن مع الوقت هيبتدي يتعرف ان احنا بنعمل تورز للاماكن دي، فاحنا بنساعد للي جاي لوحده ان هو يجوين جروب، يعني ينزل مع جروب يكتشف تاريخ المكان. وفي نفس الوقت عشان انا في دراستي دارسه تاريخ واثار، فانا درست حاجات كتيره جدا. يعني انا كنت عملت بري ماستر، وفي بري ماستر كنت عامله ريسيرش على المقابر، منطقه المقابر. هي دي اللي هي التور بتاعت سيتي اوف ذا ديد. انا دي بقى عندي كيوريوزيتي عاليه جدا ليها. فانا عارفه ان في حاجات كتيره جدا محدش بيزورها، فابتديت يعني عارفه هي كذا لمبه ابتدت تنور كده، يعني اللي هو في اماكن كتيره محدش بيروحها، فواي نوت ان احنا نكتشفها. انا حتى بالنسبه لي اغلبها يعني في حاجات عارفاها وفي حاجات ما كنتش عارفاها، بس عارفه انها موجوده، وانها تبتدي ان احنا نكتشفها. وده بيساعد برضو اجان اللوكال كوميونيتيز. يعني انا كان دايما بيبقى اهمي اللوكال كوميونيتي، انها يعني إن ابقى شايفه الصوره الكبيره، انه ان انا كنت شايفه انه هنروح نكتشف الاماكن دي، هنزورها، الناس هتبتدي تعرف عنها، مش شرط يجوا معانا بس هي هتتعرف، فبالتالي هيبقى في حركه عليها، فهتبتدي اوتوماتيكلي المجتمعات اللي عايشه في المناطق دي بيطوروا من نفسهم، لما يلاقوا ناس كتيره فهيعملوا لهم اكل، هيبيعوا لهم حاجه، فاوتوماتيكلي احنا بنجيب خير للناس من غير ما نعمل بشكل مباشر. انتي عملتي كونسبت هايل اللي هم بيقولوا عليه sustainability. يعني انه يعني عارفه كانك بتصحي حاجه بحاجه، بتحيي حاجه بحاجه، انه الناس اللي هناك دي شغلها يمشي، والناس اللي بره اللي مش عارفه الاماكن دي تيجي وتشوف مصر الاماكن دي فين. يعني انا لحد دلوقتي مثلا عايزه اشوف التور بتاعت سيتي اوف ذا ديد دي، انا ما رحتهاش. جميله، انا عارفه ان هي جميله، انه بشوف مالكه بتاعت اسبانيا راحت جزء من زيارتها لما راحت تزور حاجه فيها ناس سيدات بيعملوا حاجات، ده كان هناك فعلا. عند قايتباي. اوكي
اوكي حلو قوي. طيب بما انه الكونسبت بتاع البودكاست بيتكلم على فكرة ان احنا ناخد الحياة بالهداوة، فانا عجبني قوي ان انتي حاطة على البايو انه it's a slow pace traveling tours. انتي من الاول ناوية انه دي تبقى حاجة بالراحة وما فيهاش دوشة او ما فيهاش زحمة، ولا هو الكونسبت جالك بعد كده؟ بصي انا من زمان بحب امشي، يعني بمشي. كنت خلاص كليتي في عند القصر العيني، كنت امشي اطلع كوبري جامعه اتفرج على النيل وامشي الدقي، يعني كنت بمشي. بحب ابقى مثلا امشي في وسط البلد، اروح اسكندريه امشي، يعني اجيب خريطه وامشي. فانا شايفه ان في متعه اولا في المشي، الواحد بيشوف حاجات ما بيشوفهاش وهو راكب عربيه. يعني لما تبقي ماشيه بيبقى عندك الفرصه انك تتاملي حاجات اكتر. وفي نفس الوقت انا عارفه الدوي اللي هي السياحه مش بس في مصر، يعني السياحه عامه بتبقى ماشيه بيها، بتبقى اللي هو بروجرام عايزين نبيع للناس تور فيها حاجات كتيره، عشان برضو الناس برضو بتبقى عايزه تدفع وتشوف as much as possible. فانا كنت بحس ان دي مش احسن experience، يعني انا بالنسبه لي انا بحس ان مش دي احسن experience. هي مش بالكم على قد ما هي الكواليتي. يعني انا طلعت فانا بؤمن من زمان ان المشي ده نوع من المديتيشن. يعني انت بتمشي بتقعدي تشوفي، بتتفرجي على الناس، بتتفرجي على المباني. حلوة قوي 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 اللي انتي قلتيه ده، يعني بجد ده في صلب الموضوع. طيب كملي. فانا يعني انا دي حاجه انا اوريدي بعملها من زمان، فانا اي انجوي ات، يعني اي انجوي ووكينج. فانا عارفه ان الكونسبت الووكينج او كونسبت ان انت بتاخدي حاجه سلو احسن، لان هي بتديكي فرصه انك تبصي. يعني هي مش هو مش تشيك ليست، هو مش بنروح المكان ناخد تشيك ليست، ناخد صوره ونعرف ده ايه ونمشي، ما استفدناش حاجه. يعني ما يعني مش هو ده الهدف المفروض. يعني هو المفروض ان الواحد بيروح مكان، حتى مثلا لو رايح في تور، هو بيروح في تور مثلا، ما هو ممكن يروح لوحده هيتبسط وبرضه هيلاحظ حاجات حلوه. لما بيروح مثلا في تور فهو بيسمع تاريخ المكان ده، ويعرف قصص عن ناس كانت هنا قبل كده وعملوا حاجات وقدروا مثلا يتغلبوا على ظروف، يغيروا حاجات. فدي كلها بتساعد ان الواحد ان هو يبقى يعني to get inspired، عشان بعد كده الواحد بقى يغير بقى من نفسه. يعني ما هو احنا المفروض كبشر احنا بنغير من نفسنا على طول ونطور من نفسنا. فهو ده فجزء من التورينج اكسبيرينس، يعني سواء ووكينج او ان الواحد بس يروح مكان ويزوره، ده المفروض الهدف منه. يعني حتى دايما بقول انه حتى في القرآن ربنا دايما بيقول وسيروا في الارض وانظروا، وسيروا يعني دايما في حث عن الواحد يمشي ويبص، لان احنا هنعتبر ازاي وهنفهم ازاي وهنتعلم ازاي، ما هو احنا نبص. ما يعني this is the way I see it يعني. وانا بقول لك ده it's a very very nice concept، لانه هي دي فكرة انه احنا مش بس نازلين نتمشى ولا نازلين نطلع طاقة او انا نازل اصفي ذهني، لان المشي بطبيعة الحال بيصفي البال، صح؟ فما بالك بقى لو الناس دي ماشية في اماكن انتي بتاخديهم على اماكن مش بس تاريخية، لا اماكن تاريخية ومش معروفة. الناس اللي طلعوا معاكي الرحلات دي، احكي لي بقى عن الفيدباك بتاعهم. يعني بصي طبعا بيبقوا مبسوطين جدا وفي ناس يعني حياتهم اتغيرت بعد التورز. انا عايزه بقى اسمع قصص. انا عايزه اسمع قصص يعني في ناس والله، في ناس سابت شغل وراحوا اشتغلوا حاجه تانية. ويعني احكي لنا حاجه كده، احكي لنا قصه من القصص، يعني حاجه كده inspiring. لا يعني هو عامه الناس لما بتنزل بتبقى يعني بيبتدوا افاقهم يعني توسع، يشوفوا الدنيا بمنظور مختلف. يعني دايما الواحد في الروتين بتاعه، خلاص هو عنده الروتين بتاعه، شغل، اصحابه، يعني عنده ده، كل واحد فينا عنده طبعا حياه معينه، سيستم ماشي عليه. فلما بيبتدوا لاول مره مثلا يبتدوا ينزلوا تورز، بيبتدوا هما اولا هما they challenge themselves ان هما طلعوا بره الكومفورت زون. فدي اوريدي خطوه هم اوريدي واخدينها، ان هو هيعملوا حاجه جديده، فهم اوريدي زقوا نفسهم ان هم هيعملوا حاجه جديده. وبعدين بيبتدوا ينزلوا يشوفوا اللي هو ايه ده، ده في حاجات حلوه، ده ايه ده، قصص حلوه. وبعدين مش بس كده، برضو بيبقى في ناس في التورز فبيتعرفوا عليهم، فيبتدوا يتكلموا مع الناس، فيبتدي المنظور في دماغهم بيختلف. يعني انا بتهيألي الناس مع الوقت بتتغير لما بتنزل التورز. وفي ناس كتيره بتبقى مش كتيره، بس في جزء مثلا من الناس، في ناس تبقى تمام حياتها ماشيه ستيبل، ما عندهمش مشكله، هم بس عايزين تجديد وانسبيريشن. وفي ناس بتبقى شويه متخبطين في حياتهم، حاسين ان في حاجه محتاجه تتغير بس هم مش عارفين ايه هي. فلما يبتدوا يعملوا experiences جديده
وينزلوا ويشوفوا. وبرضه شويه لما بيعرفوا القصه بتاعتي ان انا يعني مشيت ورا اللي في دماغي وسمعت قوي للباشن بتاعي. يعني دايما كان في صوت جوايا قوي قوي وانا ماشيه وراه، ما بسمعش يعني بسمع للصوت اللي جوايا. فهم بيحسوا ان هو فعلا، طب ما هو في ساعات في ناس بتبقى جواها صوت هم بيحاولوا يسكتوه، فما بيحسوا اللي هو ايه ده، طب ما خليني ادي فرصه ان انا يعني اجرب. يعني كان في ولد مثلا مش فاكره كان بيشتغل في ايه، كان بيشتغل في بنك تقريبا او حاجه، يعني نفس حاجه روتينيه حاجه يعني كوربريت مش فاكره كان ايه. بعد فتره استقال وهو بيحب الكوره بقى بيدرب كوره. يعني هو قرر انه لذيذ قوي. بجد والله. يعني هو شايف ان دي حاجه هتبسطه. وتخيلي ان دي حاجه حصلت من تجربه بسيطه جدا، ان انا نازل بتمشى في تور سياحيه، بس شوفي الشفت اللي حصل. بالظبط. وفي بقى حاجات زي كده، يعني ان هو ممكن يبقى مثلا كان عايز يعني واحده مثلا تبقى عايز تشتغل حاجه معينه بس متردده، وبعدين يعني هي برضو بتبقى مش التورز بس، هم اوريدي بيبقى I think ان هم بيبقوا يعني يعني self discovery journey بيحاولوا يكتشفوا فيه من نفسهم. فيعني فبيبقى ممكن هو بيشجعهم شويه، يعني لما يلاقوا في قصص تانية برضو الناس. يعني دايما كنا بنقعد دايما بعد التور مثلا نروح مكان ناكل او نروح كافيه او كده، فبنقعد بقى نتكلم كلنا. مثلا في ممكن تور يبقى فيها فلوكه، فنروح قصر المانيا ونركب بعديها فلوكه. ثانيه واحده عشان بصي احنا عمالين بنحرق في الاسئله دلوقتي. ثانيه هناخدها حته بتاعه الاكل والاكسبيرينس دي. بس انا في حاجه لازم احكيها، انه انا طلعت تور من التورز معاكم في اللي هي الكوبتك كايرو. بس انتي الرحله دي ما كنتيش موجوده معانا فيها. واللي حصل انه بعديها يمكن بسنه انا قابلتك بالصدفه في كوفي شوب في الزمالك، قعدنا واتكلمنا وحكيت لك وقلت لك قد ايه كانت حلوه التور، وانا بحب قوي اللي انتوا بتعملوه. فاست فورورد، وبعد 6 سنين احنا قاعدين النهارده بنعمل البودكاست دي ولا حد فينا كان عارف. فسبحان الله it's meant to be. فالناس اللي بتعدي بالتورز اللي معاكي دي وفي نفس الوقت بيبقى ليها تأثير إيجابي على حياتها، اعتقد ان دي حاجه حلوه قوي. وبجد ممكن تبقى البوش دايما اللي هو خليكي اعملي اللي انتي بتعمليه وكملي في اللي انتي بتعمليه، بالعكس طوري فيه اكتر، لانه طالما ليه امباكت ايجابي كده على الناس دي حاجه حلوه قوي. دي حاجه جميله جدا. انا كمان كنت بحاول في التورز انه حتى مثلا لو احنا هنروح يعني مكان، كنت بحاول ان احنا نزور مثلا initiative او organization او مطعم او whatever، حد برضو يبقى بيعمل حاجه هو بيحبها. يعني انا بحس دايما اللي بيعمل حاجه passion بيبقى فيها energy مختلفه كده، الناس بتبقى مبسوطه. يعني هما بيحسوا الطاقه بتاعت اللي بيعمل حاجه بحب، بتتنقل للناس بشكل ما. فهي مش بس تور، هي حتى بساعات ممكن نروح حاجات فهم يحسوا ده حد ديديكيتد قوي اللي هو بيعمله بيحبوه، they feel the energy. ففي الاخر هم نفسهم تحسي ان هم بينوروا كده من كتر في اماكن يعني هنتكلم بقى عن الحاجات اللي انت بتعمليها، الاكسبيرينسز اللي هي مثلا زي اكسبيرينس الاكل، المطاعم اللي بتوديهم فيها. انت لسه بتقولي ممكن بنطلع مثلا فلوكة، او بتوديهم اماكن بيكون فيها كرافتس. انا فاكره ان في ستوريز كنت بشوفها كنت بتوديهم على ناس بيعملوا صناعات معينه وبيتعرفوا على الناس دي، وطبعا بيشتروا منهم حاجات. فدي بتبقى مصدر رزق كويس جدا للناس اللي بيشتغلوا الشغلانات دي، وان احنا نعرف الناس دي اماكنها فين وبيعملوا ايه. ايوه بالظبط. وبالذات ان في كمان حرف للاسف الاجيال الجديده، يعني بسمع دايما في الخياميه مثلا او whatever حرف مختلفه. بحب قوي المكان ده. انه اللي شغال فيها اللي هم الجنريشنز مش كبيره قوي بس هم يعني قد اهالينا يعني، وبيشتكوا دايما ان الناس الشباب او الاصغر، حتى الاصغر مش عايزين يتعلموا الحرف دي. هم شايفين انه بتاخد وقت طويل، المكسب العائد مش قوي، وهو اسهل له مثلا، وسمعتها قبل كده كتير، ان هو يسوق توك توك هيعمل فلوس اكتر. فهو يعني ليه اتعب نفسي واقعد اعمل حاجه مش هتجيب لي فلوس؟ وده للاسف لانه جزء منها ان الحرف دي ما فيش ناس كتير تعرف عنها او ما بيروحوش ناحيتهم فما بيشتروش منها. ممكن يكون جزء برضو من ان ما فيش برودكت ديفلوبمنت للحاجات دي. فهي الفكره انه لما الناس بتعرف عنها هم بيدعموهم، بيشتروا، بيعملوا حاجات، فبنساعد نوعا ما ان الحاجات دي ما تختفيش. طبعا يعني ده ارث يعني ما ينفعش انه يختفي. طب انتي الحاجات دي ضفتيها من الاول؟ يعني انتي كان من اول ما بداتي الانيشيتيف بتاعت Walk Like an Egyptian كانت موجوده من الاول ولا مع الوقت ضفتيها؟
لا انا من الاول وانا بحاول اشوف يعني اي منطقه. يعني انا اغلب التورز يعني I made it from scratch. يعني ما كانش في تور. يعني انتي بتتكلمي على ماسكه منطقه اثريه كبيره جدا. لو نتكلم مثلا على القاهره التاريخيه فانتي بتتكلمي منطقه كبيره جدا من اول باب الفتوح لحد مصر القديمه. يعني طبعا including بقى باب زويله والقلعه والحاجات دي كلها والدرب الاحمر. فانا كنت بنزل اعمل ايه؟ اشتريت كتاب في الاثار دي ومتقسمه مناطق. بقيت اقرا عنها وانزل واروح امشي الاماكن اللي مكتوبه واشوف ايه اللي لفت انتباهي. يعني ايه الحلو، ايه اللي حسيت ده حلو يتزار، ايه اللي ممكن يشاف من بره. طب الاكسبيرينس، ما هي في التور اتس اباوت اكسبيرينس. فهي اكسبيرينس دي هل في حد بيعمل حرف ممكن نشوفه؟ هل في اوبشن مكان ناكل فيه كويس؟ هل في حمام برضو؟ يعني لازم يبقى فيه لوجيستكس. طبعا اللوجيستكس مهمه جدا. فانا من عشان الاول راحة وانا الناس. بحاول يعني اشوف ايه اللي ممكن في المنطقه دي، مش كاثار بس، يعني كاوفر اول كرافتس او اي حاجه. فيعني كنت دايما بنزل اقعد ريسيرش وبتاع وبعدين اقعد اقول خلاص ممكن هنعمل التور بالشكل الفلاني والناس اخليهم ينزلوا. كنت دايما في الاول كمان يعني انا يوجولي بعد اي تور بنبعت للناس ايميل يقولوا الفيدباك بتاعهم. فيدباك بس في الاول كنت بقى اللي هو طبعا الورق ومش هسيبهم غير لما تكتبوا الفيدباك بتاعكم. لان بالذات في المرحله الاولانيه كانت مهمه جدا لانه عايزه اعرف التور اللي انا متخيله هتبسط الناس دي بسطتهم ولا لا. فممكن ساعات يقولوا ايه حلوه، لا كانت طويله شويه، كنا محتاجين نوقف قبليها بساعه مثلا عشان يعني كده تو ماتش. فمن هنا يجي برضو كونسبت اللي هو مش الكميه، هي حتى الناس كانوا بيساعدوني ان هو احنا تعبنا مش قادرين. يعني هو مش يعني ناخدها مش هنحشي اليوم وخلاص. مش هنحشي اليوم وخلاص. احنا عايزين يبقى فيه روقان وان انتوا تستمتعوا فبرضه جزء منها كان الناس برضه بحس ان هم ساعات برضه كانوا يدوا فيدباك على بعض التورز. انا ببقى عايزه اكسايتد، يعني اكسايتد اللي هو المنطقه دي فيها حاجات كتير عايزه اوريها لكم. عايزه اوريها لكم. بعدين الاقي لا، ما هم برضه بيتعبوا، يعني ما عملناش حاجه. طبعا صح. فابتدي اقول طب خلاص احنا ممكن نشيل كذا، او ممكن التور دي تتقسم 2 تبقى تو different tours كده يعني. طب انتي بتلاحظي الناس اللي هم يعني ايه نوعية الناس اللي انتي بتجذبيهم للتورز بتاعتك؟ تحسي كده ايه state of their mind يعني؟ بصي ده سؤال حلو قوي. لان انا من اول ما بدأت كنت مركزة قوي في نوع الناس. يعني لانه مهم جدا انه تبقى لايك مايندد للتورز. انا اصلا تور جايد فرنسي، وبعد كده لما ابتديت اشتغل وورك لايك نيشن بقيت انجلش وفرنسي. بس ليه بقول انا تور جايد فرنسي؟ لان انا لما كنت تور جايد فرنسي معروف دايما اكتر مرشد بيشرح عن اي مرشد لغه تانية خالص. لان الفرنساويين يعني very well educated وبيحبوا يسمعوا. يعني بيبقوا بجد الفرنساويين بيبقوا قارين. يعني فبيبقى في استفاضه في الشرح. يعني لو دخلنا مثلا المتحف مرشد هيشرح 5 دقايق على تمثال، مرشد الفرنسي هيقف نص ساعه عادي جدا عادي يعني ويشرح بقى فاهم مش التمثال، ما وراء التمثال. اوكي فانا متعوده انه يعني ان انا بشرح كده، وفي نفس الوقت انا I like يعني telling stories يعني وبتاع. فانا بالنسبه لي انا هعمل guided tours، يعني cultural guided tours. فانا صراحه في الاول كنت مش عارفه هل يعني انا اول ما بدات برضو ما كانش فيه سياحه. فانا كانت التارجت بتاعي مصريين واجانب مقيمين. فانا I was wondering هو في مصريين مهتمين بالتاريخ احنا دايما عندنا ستيريوتايب انه يعني ملناش قوي في الحاجات دي. وانا صراحه انا اعترف ان انا كان عندي الستيريوتايب ده في دماغي. بس قلت انا هشوف كده. يعني انا عارفه انا التور هقدمها لمين كدماغ، ايه بقى الجنسيه يعني اللي يحب. فانا كنت مركزه ان انا ان التور يعني فيها معلومات، فيها شرح. فاللي هيجي لازم يكون بيحب القرايه، بيحب يسمع، بيحب يتفرج، بيحب يتعلم، اللي هو البيهايند اوف ذا سينز بتاع المكان. فانا كنت شايفه الدماغ ايه despite عن الجنسيه. يعني انا ما كانش يعني مش اللي هو مثلا قايله انا هعمل تور مثلا الجنسيه الفلانيه او مصريين بس او اجانب بس. لا، انا من اول ما بدات انا مركزه ايه نوع الدماغ اللي ممكن هتبقى enjoying التور. اوكي. واي حد بقى يعني ويلكم بقى، يعني لاي حد يجي، مصريين، اجانب مقيمين، اجانب من اي جنسيه يحبوا يجوا معانا. احنا بنقدم حاجه cultural للي بيحب ده.
طب نسبة يعني نسبة خلينا نقول الاختلاف في الجنسيات عندك يعني اكتر مثلا مصريين بيبقى بس في بصي فعلا هو أجانب. من اول ما بدات وانا لقيت في مصريين كتير جدا مهتمين، عشان كده يعني from يعني day one لقيت ان في ناس، ودي صراحه حاجه بسطتني جدا طبعا، لان احنا دايما يعني خلينا نبقى صراحه، احنا كمصريين دايما بنتكلم وحش عن نفسنا، المصريين ما فيش فايده فيهم، لا احنا شعب مش عارفه يعني، احنا عندنا دايما الحته دي. فلا انا قابلت ناس حلوين جدا كدماغ ومايند سيت وكاركترز وشاطرين في شغلهم وناجحين جدا في شغلهم يعني I was impressed. يعني انا جزء من الحاجات اللي بحبها في تورز ان انا بحس ان لا في ناس كويسه وفي ناس كويسه كتيره، يعني ان هم شغالين على نفسهم، شغالين على دماغهم، بيحبوا يبقوا مهتمين بحاجات لذيذه ومفيده. ف يعني from day one لقيت في مصريين مهتمين بتورز يعني في تورز ساعات بتبقى كله مصريين اللي نازلين، وفي ساعات تورز بتبقى اغلبها اجانب. يعني هي مش على حسب المكان، اكتر على حسب يعني اليوم يعني ممكن. بس يعني في تور معينه بقى دي اغلبها اجانب اللي بيبقوا حاجزينها. ايوه. خمني يعني واحده. اسرع عابدين. لا. اللي هي one more guess. جبتي انتي سيرتها من شويه. كوبتك. لا مش كوبتك كايرو. سيتي اوف ذا ديد. اوكي. هي دي بقى تور الوحيده اللي يعني اغلب اللي بيحجزها اجانب، بيجي مصريين بس يعني في الاغلب بيبقوا نزلوا معانا تورز وسمعوا عن التور، فهم جايين بيزد على اللي احنا قلناه، بس مفيش حد مصري هيدخل يلاقي تور سيتي اوف ذا ديد هيحجز وهيجي. ليه؟ لان احنا بنعمل تور في القرافه. ايوه، ما هو الاسم اصل الاسم بالانجلش كمان مغري جدا. فهم يعني كحد مصري وعندهم حق يبقوا فاهمين ايه ده، هنروح نعمل ايه في القرافه؟ يعني ايه اللي هناك ليه هنروح التراب؟ ايوه. بس هي الفكره انه في اثار وجوامع وحاجات ريتش جدا مستخبيه جوه ولا مش مستخبيه، وانت جايه من مصر جديده على صلاح سالم بتبقي شايفه القبب يعني، بس ما حدش عنده الشجاعه انه ينزل ما هو لوحده. بقى الناس مش متخيله الجمال بقى الحاجات اللي هناك. فهو دايما في الاغلب الاجانب هم اللي متشجعين اكتر ان هم ينزلوا التور دي. مصريين قليلين، والمصريين في الاغلب يعني 99% من الوقت بيبقى نزلوا معانا تورز واحنا قلنا لهم التور دي حلوه يعني لازم تنزلوها تجربوها. وهي فعلا من احلى تورز يعني اللي انا شخصيا بحبها. يعني انا بروح كده هناك بحس الله يعني سبحان الله جميله. سبحان الله. لا لان هو هناك المنطقه هناك فيها الاثار المملوكي اللي هناك، مش بس جوامع، هي اتبنت انها تبقى حاجه اسمها خنقاء. اسمها خنقاء. الخنقاء دي كلمة فارسية معناها مكان تجمع، وبتستخدم في العمارة الإسلامية لمكان تجمع شيوخ الصوفية. فهي مكان مخصص للشيوخ الصوفية. ظهرت غالبا أول ما ظهرت في إيران، يمكن عشان كده الاسم فارسي، بس هي معروفة في العمارة كلمة خنقاء يعني اللي هي ريفيرنج للمكان إقامة شيوخ الصوفية. وانتشرت جامد جدا في مصر وقت المماليك. هي أشبه بالدير، يعني بتخشي الخنقاء في خلوات، يعني زي ما بتروحي الدير بيبقى فيه القلايه بتاعه الراهب، في برضه سيلز صغيرين، كل شيخ ليه اوضه صغيره جدا يا دوب اللي هو يفرد السجاده ويصلي، وشباك فوق صغير يدخله النور، كل واحد بيقعد في خلوه مع نفسه، وبعد كده بقى بيقعدوا مع نفسهم مع الباقي. والمفروض وكانت الخنقوات دي كانت بتبقى فاينانس من السلطان، يعني كانوا بينقوا الناس اللي هتقعد فيها، يدولهم كل اللي هم عايزينه من اكل وشرب وحبر وورق ويعني اي حاجه هم محتاجين عشان يركزوا على التصوف. وهم لما هيقعدوا يعني يركزوا في الحته دي هيبقى عندهم علم، فالعلم بقى يدوه للناس، فبقت زي جامعات الناس بتروح تدرس هناك من شيوخ الصوفيه، فانتشرت جدا. فهناك اول ما بدات مع السلطان فرج بن برقوق، دي اول خنقات اتبنت هناك، وبعد كده ابتدت بقى تزيد. ففي كذا واحدة كبار، يعني الأشرف إينال، بيرسباي، كركماس، قايتباي طبعا أكبرهم. فأنت بتتكلمي على حاجة كانت يعني كانوا سنتر جامعة يعني. انت حمستيني جدا فهناك حاجات. فهناك بقى دي بحس بقى ان المكان ده عشان كان مكان مديتيشن وصوفيه يعني، كان في ذكر وتامل وبتاع، فبحس طاقه المكان هناك حلوه. روح المكان هناك روح المكان هناك حلو. فبجد طبعا والاركيتكتشر يعني جميل، يعني معمول لان هما زمان كانوا بيبنوا بمزاج يعني. يبني الحاجه عشان
تسيرف البيربز المبنيه دي، فهي مبنيه للمديتيشن، فمعموله بقى حلو كده، وتخشي القبه بتاعه السلطان فيها رسومات من كتابات والوان، الاركيتكتشر حلو، ففيها حاجات اثار جميله جدا. الى جانب فيها حرف، يعني النفخ في الازاز بيشتغلوه هناك. ايوه انا شفت، فاكره ففيها حاجات كتيره جدا، يعني it's very rich tour و very impressive يعني، ولذيذه، والناس هناك والله لطاف، ويعني لذيذه. الناس دايما تبقى خايفه قبل ما يروحوا، بس هي الناس يعني ناس طيبين قوي هناك، و يعني عجبني قوي لما انت بتقولي هناك الحاجه مبنيه ان هي الناس تو مديتيت وتبقى يعني نفسها هاديه، يعني لانه ده مرتبط بفطرتنا الاساسيه، مش مرتبط ان احنا نبقى بنجري طول الوقت. طب انتي بتلاحظي الناس لما بيجولك التور في بداية التور عن اخرها، يجي مثلا حد بتلاحظي في الاخر مزاجه بقى اروق، بقى اهدى، حد كان جاي مكشر وبقى بيضحك في الاخر يعني لا ده يعني هو الحمد لله اغلب الوقت الناس بتبقى ماشيه مبسوطه جدا، يعني ده يعني دي حاجه على طول، يعني ممكن جايين نيوترال مثلا، في ممكن يبقى جاي اكسايتد، يعني بيبقى في ميكس فيلينجز يعني، بس الحمد لله يعني دايما الناس تبقى مبسوطه قوي. بس في مره انا فاكره يعني دي اللي كليكت، ممكن اكتر حاجه رنت في دماغي. كنت مره عامله تور لدرب اللبانه. درب اللبانه دي هو يعني شارع صغير قوي في ميدان القلعه قدام السلطان حسن، يعني بتطلعي في سلالم كده بتطلعيها. ايوه عارفه. وفي بيت المعمار اللي هو بيت علي لبيب، هو ده درب اللبانه، يعني هو درب اللي هو حته صغيره. فهناك بنزور بيت المعمار، وبعديها بنروح مبنى قديم كده في مكان اسمه القلم، بيعملوا خط عربي. فهي تور عباره عن زياره البيت، وبنتكلم على العماره المصريه وحسن فتحي عشان هو كان عايش في البيت ده هناك. وبعدين بعديها بنروح نعمل يعني 1 hour workshop خط عربي. ففي واحده قالت لي، يعني في واحده من التورز، يعني احنا بنعملها من وقت للتاني. ففي مره كانت التايمنج بتاعها بعد احداث غزه، يعني اللي هي كانت من 2 سنين، بعدين مثلا شهر او شهرين، فالناس كانت لسه يعني اوفر ستيميليتد واوفر ويلمد ومتضايقين وبتاع. فانا فاكره في واحده قالت لي انتي ساعدتيني ان انا اطلع، يعني افصل، يعني ان اطلع من الحاجات الكتيره اللي الواحد فيها والمضايقه اللي الواحد فيها. فهو كانت انتنس قوي الفتره كانت انتنس قوي. قالت لي it was much needed، يعني انا فاكره انها يعني اتبسطت جدا يوميها، وقالت قد ايه it made a difference عليها انها ساعدتها انه to overcome تطلع من المود اللي هي كانت فيه. المود اللي كان فيه الاماكن اللي انت بتمشي فيها مش سهل المشي فيها، جالك ردود افعال مثلا لوجيستيكلي على الشوارع مثلا ممكن تكون مش ممهده مثلا انف ان الناس تمشي فيها، خصوصا من ستات، يعني لو في ستات ماشيه، هل مثلا ممكن في مضايقات بتحصل، مواقف زي كده حصلت؟ بصي مضايقات لا، يعني خلينا نقول 99.9 عشان يعني ممكن يبقى حصل حاجه من حاجه بسيطه او حاجه، بس اوفر اول الناس بتبقى مبسوطه. يعني اهالي المناطق دايما بيبقوا مبسوطين ان في ناس جايين يزوروا، ده جات اكسايتد اللي هو ايه ده اجانب حتى لو مصريين، فوي لوك ديفرنت برضو، يعني بيحسوا ان هم براود انه في ناس جايه من مناطق مختلفه ممكن تكون يعني اقتصاديا مثلا احسن منهم، بس هم جايين عشان هم شايفين في حاجه في منطقتهم، فبيحسوا ايه ده دي منطقتي، فاحنا عندنا اكيد حاجات حلوه، فبيبقوا مبسوطين. يعني يوجولي الناس بيبقوا very welcoming وبلطاف. بس هي يمكن في ساعات بقى دي في الاغلب الناس اللي لسه باديه تورنج جديد يعني ده، وبحاول اقول لهم يا جماعه لازم تتعودوا، اللي هو ايه ده، ايه الزباله دي، ايه ده، هم مش مهتمين بالمبنى ده ليه؟ يعني ده دايما الكومنت اللي هو في حد لسه بادي تور، يعني ينزل تورز وبيبقى صعبان عليه انه ازاي في مثلا، مش كل المناطق طبعا، بس يعني احنا بنروح حاجات مش بتتزار كتير، فبالتالي الاهتمام بيها ما بيبقاش احسن حاجه. ممكن تبقى متربه شويه، مش عليها اكسس كبير، ممكن تبقى متربه شويه، ممكن جنبيها في الشارع في زباله او حاجه كده، فالناس تبقى ممكن متعودين، ممكن مثلا هما بيعملوا سايتينج بره فبينزلوا يكمبيروا باللي هما متعودين عليه بره مثلا، او بس بره برضو في حاجات فيها يعني، بس هو ده دايما الكومنت اللي بيجي كتير. فانا بقعد اقول لهم يعني يا جماعه معلش، هو انا اصلا هم بيعلقوا على حاجات انا ببقى عارفه ان حالتها احسن من حاجات تانية كتير
فانا بقول لهم بصوا يعني هي حالتها احسن من يعني هو الحمد لله انها كده يعني الحمد لله انها كده. بس بقعد اقول لهم يعني هو بقول لهم ده جزء برضو من اللي احنا بنعمله، ان احنا يعني احنا لما بنزور الناس تعرف عنها اكتر، فاوتوماتيكلي كل ما الناس تعرف عنها اكتر كل ما حالتها هتبقى احسن يعني. يعني كل ما هي ما بتتزار فالمنطقه حالتها بتتحسن، فالمنطقه حالتها بتتحسن. فبقعد اقول لهم يعني حاولوا تشوفوا الجزء اللي نص كوبايه المليان. بس مش كل الناس يعني، بس هما بيبقوا يعني انا ببقى متفهمه، لانه لو الواحد عينيه مش متعوده يشوف الحاجات دي فاكيد اول ما بيشوفها ويعلق. انا يمكن خلاص اتعودت يعني انا خلاص اللي هو اصلا هو لما حد مثلا لقيته بيقول لي مثلا على ما اعرفش ايه يعني اللي هو انا ببقى اوتوماتيكلي شايفه لا ده هو زي الفل كده، ده كده نظيف، ده كده كويس قوي، ده كده انت ما شفتش ده كده حالته ده كده مترمم. طيب لما بيطلع معاكي جروبس بتحسي انه الناس في اخر الجروب كده they feel يعني خلينا نسمي الكلمه بالانجلش grounded، يعني بعد ما بتخلص التور كده بتحسي ان الجروب ده كده بيحسوا ان هم مرتاحين هادين، بيعملوا صداقات من خلال الجروب. بيعملوا صداقات. في ساعات بقى يعني في ناس مثلا ساعات يعني في واحده مثلا بحبها دايما على طول حبيبتي تبقى على طول اللي هو اسمع هي ايه التور الجايه واحنا لسه في اول التور، فاقعد اقول لها يعني ركزي في دلوقتي يعني في ناس كتير تبقى جايه متعودين ان هم على طول بلاننج اللي هو انا هعمل دي وبعديها هعمل كذا وبعديها هعمل كذا، فعلى طول فانا احاول اقول لهم خلينا نحاول نركز في دلوقتي، يعني حاول ان هو يبقوا بريزنت في اللحظه دي، حاجه الناس مش متعوده عليها، فعلى طول بالذات في شغلهم والاوفر بلاننج وكده، فبيبقوا فمع الوقت هما بيبتدوا اللي هو صحيح انا محتاج فعلا اركز اهدى او ابص حواليا، يعني ان الواحد يبقى في المومنت نفسها. فاكيد مع يعني خلال التور لما يبقى في حاجه فيها سفر نروح مثلا المنيا مثلا او الداخله والخارجه دي بقى الناس بترجع بقى يا ناسين الدنيا واللي فيها الداخله والخارجه بالذات، لانك بقى بتفصلي بقى من كل حاجه بقى، تنسي التكنولوجيا والدوشه والزحمه وتحسي الحياه ابسط، فالناس اوتوماتيكلي غصب عنهم they slow down يعني يعني نرجع بقى للنقطه بتاعت دي. طبعا بما انه هنا الستات عندنا حرام الستات المصريه مهروسه في الحياه هل فكرتي ان انتي تعملي لهم رحلات ليهم هم بس، تبقى رحلات للستات فقط، اللي هو ممكن يبقوا طالعين بقى في كده بيشاركوا مع بعض تحديات معينة بيواجهوها، وفي نفس الوقت يعني لو هو مثلا هنسميه جروب ثيرابي كده، في نفس الوقت هم رايحين اماكن حلوة وشايفين طبيعة حلوة او شايفين اماكن جديدة وقاعدين مع بعض بمود هادي ورايق كده، فكرتي فيها؟ بصي هو اوتوماتيكلي اغلب اللي بينزلوا تور ستات يعني يعني في اوقات كتير ممكن التور كلها يعني يمكن ما اعرفش يعني هي يمكن التورينج اكسبيرينس بالنسبه للميلز ما بتبقاش اكسايتنج قوي unless هو مهتم جدا بالكالتشر، فبينزل في ناس طبعا يعني طبعا بينزلوا معانا وبحبهم جدا، ففي ناس بتنزل تورينج بس البرسنتج يوجولي فيميلز اكتر من الميلز ده بشكل عام، وممكن ساعات تبقى تور كلها تبقى فيميلز، فيمكن عشان كده ما حسيتش ان انا محتاجه اعمل احنا اوريدي في فيميلز كتير وكده كده بنشارك مع بعض وكده كده بنشارك مع بعض، فيعني الموضوع مش محتاج سبيشال تور يعني هي اوريدي معموله كده بالطبيعي يعني. اوكي انا فاكره يعني بقول لك موقف مضحك شويه بليز. كنت عامله رحله السنه اللي فاتت، احنا يوجي كل سنه بنروح المنيا، لازم في رحله للمنيا كده 3 ايام بتبقى جميله، فانا كنت مختاره التايمنج بتاع الرحله في فبراير وقت فالنتاين، فقلت خلاص هتبقى الثيم بتاعها فالنتاين، وبعدين بقى اخناتون ونفرتيتي كانوا بيحبوا بعض، فيعني انا شايفه الكوميديا جايه فهي ماركتد از فالنتاين تور، بس احنا كاتبين يعني انت حتى لو واحد سنجل اللي هو للحب يعني بشكل عام، فيعني مش كابلز يعني هي فالنتاين تور عشان في وقت فالنتاين بس اي حد يقدر يجوين يعني مش عاملينها كابلز بس. فالمهم احنا في الميتنج بوينت والاتوبيس جه والناس بتبتدي تركب، فاولموست اغلب الناس جم، وجي واحد ايطالي طلع بص كده اما قال هو انا الراجل الوحيد am I the only male؟ اوكي فهو متخيل فالنتاين تور هيلاقي كابلز هيلاقي يعني اوكي ابتدى ان هو
او احنا بالنسبه لنا مش كان متضايقين، جاي متعشم هو كان الراجل. انبسط برضه التور كان بس هو جاي اللي هو يعني حاسس اللي هو ايه الاحراج ده، اللي هو انا الراجل الوحيد بالذات حرام. انها فالنتاين تور، فحاسس اللي هو ايوه، ما هي ممكن تبقى خداعه برضو شويه، آه. انه يعني فاكر ان هي حاجه فهو ليها علاقه بس بال كانت مضحكه لان هو الرياكشن بتاعه كان يعني اللي هو ايه ده يعني حاسس ان هو اتدبس. يعني انا جيت غلط المكان لا ولا بس إيه؟ اوفر اول يعني كان يعني اتبسط يعني طبعا في الاخر، لان هو تور يعني هي تور عاديه يعني، هو بس التايمنج بس كان وقت فالنتاين يعني. اوكي. طيب انتي التورز بتاعتك يعني غير ان هي طبعا بتبقى في حاجات اراوند خلينا نقول الشوارع، بس في كمان حاجات اندور زي مثلا رحلات بتاعت اسرع عابدين. انا مش هسألك عن ردود افعال الناس ايه، انا هسألك عن احساسك انتي ايه اول مرة دخلتي. انت عايزه رد الفعل الحقيقي؟ بلاش ولا ايه؟ لا هو حلو قوي طبعا، بس انا انبهرت مثلا اكتر في قصر الطهره which is من الناس قليله تعرف عنه. لا انا بحبه انا بحب جداً. قصر الطهره، قصر عابدين بحبه، بس هو انا وفي بعض القاعات مبهره جدا بالنسبه لي زي قاعه الاكل، قاعه العرش، يعني في حاجه كده واو. القاعه البيزنطيه دي كلها يعني واو، بس انا كاسماء I prefer اكتر الاركيتكتشر والفن الاسلامي عن الستايل بقى اللي هو الباروك والروكوكو والحاجات، يعني مش يعني not my cup of tea. ده متطبق في قصر الطهره؟ لا قصر الطهره كوزي يعني، هو مش كله مش اسلامي، بس هو تحسي انه في روح، مش عارف هو في حاجه مش قادره اعرف ايه هي. اوكي. قصر عابدين حلو قوي وفي قطع واو يعني في كل القاعات، يعني كل القاعات تلاقي حاجات مبهره. بس انا بالنسبه لي انا طبعا بحبه بكل مره، يعني حتى لسه كان في التور اللي فاتت انا بقول للناس هو في تفاصيل كتيره في القطع اللي هناك انا عينيا ما بتجيبهاش كل مره، يعني كل مره بقعد اشوف حاجه مختلفه، لوحات حاجات كده. بس صراحه ما كنتش منبهره قوي كاوفر اول اكسبيرينس من قصر عابدين، لان انا ماليش في الستايل ده من الفرنتشر يعني يعني، ده مش الستايل اللي انت بتحبيه. بس في قاعات يعني ابهرتني زي بقول قاعه العرش، القاعه البيزنطيه، قاعه الاكل، ان الشغل بتاعها يعني very impressive. بس طبعا I enjoy ان انا بروح قصر عابدين يعني مش لا انا فاهم، بس يعني سنس عشان انت سالتيني فانا قلت يعني لا ماشي، بس ما اديش الاجابه النموذجيه. ايه التفاصيل اللي بتحبيها في قصر الطهر؟ الطهره يعني اللي عامله مهندس انطونيو لاجاك، كان انطونيو لاجاك اعتقد يعني لو انا فاكره، فهو معروف دايما بالشغل بتاعه بتاعي I guess انطونيو لاجاك عشان يعني بس يعني بس هو الستايل بتاعه هو تحسيه كوزي كده، معرفش هو في حاجه تحسي انك مبسوطه كانك داخله. ممكن يكون عابدين في اللي هو الجلاله لسه كنت هقول بتاعه ان هو قصر ملكي. أيوه. فانتي ما تحسيش انه بيكليك مع قلبك على قد ما هو بيديك الرهبه. أيوه. يعني كقصر، فاهمه؟ قصر عابدين. قصر الطهر تحسي انك داخله قصر ممكن تعيشي فيه عادي، مريح. تحسي انك يعني ممكن انا هاكل على السفره دي وهقعد هنا وهبص من البلكونه هنا ويعني فتحسي ان هو في اكتر يعني حميميه يعني، فاهمه؟ تحسي فيه روح كده. انا طبعا ما شفتوش من جوه لسه، ما دخلتوش من جوه، بس كنت بشوفه دايما. بس هما الاثنين حلوين طبعا يعني. طبعا طبعا بس كنت بشوفه من خلال كانوا بيجيبوا كده زمان على النايل تي في، مش تقريبا النايل تي في اراوند كده الساعه 4 بعد المدرسه، كنت ارجع الاقي مزيكه عمر خيرت شغاله باك جراوند ميوزك على بيدخلك بقى جوه القصور. قصر عابدين، قصر الطهره كده، فكنت فعلا بحب جدا اقعد اتفرج على الحاجات دي. بس يعني ان شاء الله يوما ما لا بس يعني هو قصر عابدين حلو عشان الناس ما تفتكرش بس ان لا هو مش لا اكيد لا طبعا، هي بتبقى اذواق. بس بس انت عشان سالتيني عن انطباعي انا، فانا حسيت يعني لازم اكون اونست. الاحساس اللي انت بتحبي الناس تاخده وهم ماشيين من التورز بتاعتك، يعني خلاص اليوم خلص وانا خلصت التور مع اسماء ومروح، انت بتبقي من جواكي حابه ايه الاحساس اللي ياخدوه معاهم وهم ماشيين؟ ايه الاحساس اللي يبقوا ياخدوه وهم ماشيين؟ اول حاجه انا بحب دايما يعني بتضايق مثلا لو حسيت ان في حد مش مبسوط قوي، يعني مبسوط عادي، يعني بحس ان انا بس في ناس ممكن تبقى مبسوطه قوي بس ما بتعرفش تعبر. لا يعني ما اعرفش، بس في حاجه ممكن تحسيها في العينين يعني. أيوة. فلو لما تحسي العين كده منوره من السعاده تحسي ان في حاجه اتغيرت جوه كده. فانا يعني دايما بحاول ان وات ايفر اليوم ماشي ازاي انه تبقى الاكسبيرينس بتوصل في الاخر لده.
على حسب بقى المكان وعلى حسب بتاع الناس تبقى فعلا مبسوطه. يعني انا بحس انه ان انا عندي نوع من المسؤوليه ان الناس امنوني على يوم او وقت من وقتهم. يعني ده يوم في حياتهم. فانا مهمتي ان انا ميك شور ان هما بجد هيتبسطوا، يعني to create a memory. ان انا اعمل لهم ميموري. فببقى فوكست قوي انه يعني بحاول على قد ما اقدر ان الكيوريشن بتاعه التور والبلاننج يحاول نوعا ما يوصل. فده بيبقى عن طريق مثلا انه ممكن هنخش مكان يبقى مبهر، فالناس اوتوماتيكلي they feel like واو اليوم ماشي ازاي، يعني هنروح ايه ونعمل ايه، بحيث انه يبقى في عنصر المفاجأة مثلا. حاجة مش متوقعة. يعني دايما برضو في التور ديتيلز مش بكتب بالتفصيل قوي هنعمل ايه، عشان يبقى في مفاجآت ليهم. عشان يبقى في مفاجآت. ان الناس لما تبقى مثلا عارفة هي هتعمل ايه بالتفصيل بيبقوا خلاص هم مش حاطين في دماغهم هنعمل 1 2 3. ما بيدوش فرصة ان هو الواو ايه ده، دي حاجة مش متوقعة بتاع. أيوة. فدايما مش بكتب كل حاجة هتتعمل، يعني بكتب مختصر ايه اللي هيحصل، بس انا ببقى عارفة اليوم هيمشي ازاي، عارفة ان هم هيروحوا فين، هيعملوا ايه. برضو ان الجايد مثلا اللي هيشرح لهم طريقته في الشرح عاملة ازاي، ده part of the experience. هيتكلم ازاي، هيقول ازاي، هو حابب المكان اصلا ولا مش حابه، يعني هل هو excited ان هو رايح ولا مش رايح، يعني حاجات كده. يعني حلو، بحيث انه في الاخر في experience يعني. اوكي. بس انتي بتقدري تستشعري في اخر الرحله كله حد فيهم حاسس بايه من الاكسبيرينس دي، صح؟ اوكي، حلو قوي. اخر حاجه، لو معاكي عصايه سحريه كده، اوكي، تحبي تروحي تتمشي فين في العالم؟ اروح فين؟ ايه تتمشي فين في العالم؟ عصايه سحريه. انا نفسي اروح كوريا واليابان قوي. يبقى كوريا واليابان. وعايزه اروح دمشق برضو، يعني طبعا وعايزه اروح ايران، يعني جزء يعني دمشق وايران عشان الفن الاسلامي. ايوه. بس انا بيعجبني الستايل بتاع اليابانيين يعني لو حاجه اكزوتيك مختلفه خالص، يعني بتفصلي بقى يعني. اوكي، يعني انت لو قررتي ان انت عندك الاوبشن تعملي walking tour، بس هتاخدي ناس من هنا وتروحي بيهم على مكان، تاخديهم على فين؟ لا، لو هاخدهم مكان هاخدهم حاجات بقى فيها يعني تاريخ بقى، يعني تاريخ اكتر ريليتد بالحاجات بتاعتنا. يعني انا يعني بالتاريخ بتاعنا يعني اوكي. بس انا مع نفسي بقى ممكن اروح حاجه تانية. كوريا واليابان. كوريا واليابان، او اي حاجه فيها بحب الطبيعه، احب الخضره، يعني اي حاجه فيها اخضر. انت لازم تطلعي بقى تروحي على اسيا. ما يعني انا رحت الصين قبل كده ورحت بالي، انبسطت جدا هناك. يعني مطر بقى وخضره وشجر. الروقان كله. روقان كله. اسمع، مبسوطه قوي ان انت كنتي معايا النهارده، بجد كانت conversation حلوه قوي. Thank you so much. You're welcome.